أنا كنت فاكر إني بذاكر صح. كنت بقعد بالساعات أفتح الكتاب وأقول لنفسي أنا كده تمام. بس الحقيقة درجاتي كانت بتقول لي العكس. في ثانوي عملت غلطات لو كنت عرفتها بدري ما كنتش ضيعت سنين من عمري، ولا كنت شكيت في نفسي، ولا حسيت إني أقل من غيري. الفيديو ده مش تنظير ولا كلام تحفيز، ده غلطات حقيقية أنا وقعت فيها. ولو أنت في ثانوي ممكن تختصر على نفسك طريق طويل جدا. بس قبل ما نبدأ، لو الفيديو ده لمس أي حاجة جواك اعمل لايك واشترك في القناة علشان المحتوى ده يوصلك دايما. ويلا نبدأ. أول غلطة، كنت بذاكر عشان أخلص مش عشان أفهم. أكبر غلطة عملتها إني كنت فاكر إن المذاكرة عبارة عن عدد ساعات، أقعد 4 أو 5 ساعات وأطلع من الأوضة فخور. بس تيجي الامتحانات أنسى، أتلخبط، أتوه. ما كنتش بسأل نفسي هو أنا فاهم ولا أنا بس عديت على الكلام. الحقيقة الساعة اللي تفهم فيها أحسن من 5 وإنت بتسرح. تاني غلطة، كنت بسيب نفسي للمزاج. لو مزاجي حلو أذاكر، لو وحش أسيب. كنت مستني الإحساس مش النظام. واللي اكتشفته بعد كده إن التفوق مش بيحب المزاج، بيحب الالتزام. النجاح مش إنك تذاكر وإنت متحمس، النجاح إنك تذاكر وإنت مش طايق نفسك. تالت غلطة، المقارنة القاتلة. كنت دايما أبص على غيري، فلان بيجيب درجات أعلى، فلان بيفهم أسرع، فلان شكله عبقري. وكل مقارنة كانت بتاكل حتة من ثقتي. ما كنتش فاهم إن كل واحد طريقه مختلف، وإن المقارنة بتقتل أي تقدم. رابع غلطة، كنت بخاف أغلط. كنت بخاف أحل، أخاف أطلع غلط، أخاف شكلي يبان وحش. فكنت أهرب وأقول لما أفهم أكتر. بس الغلطة إن الغلط هو اللي بيعلم. الطالب اللي بيغلط كتير هو اللي بيتقدم أسرع. خامس غلطة، كنت بسيب كل حاجة لآخر وقت. كنت دايما أقول لسه بدري، وفجأة الامتحان بعد أسبوع وأنا صفر. الضغط، القلق، النسيان، كل ده كان بسبب التأجيل. الغلط السادس، كنت فاكر إني لازم أكون كامل. كنت مستني اليوم المثالي، الوقت المثالي، الحالة المثالية. بس اليوم ده عمره ما جه. والحقيقة مذاكرة وحشة أحسن من مفيش، ونص مجهود أحسن من صفر. لو أنت في ثانوي دلوقتي، عايزك تفهم حاجة واحدة بس: أنت مش غبي ولا أقل من حد، أنت بس محتاج طريقة صح. أنا اتعلمت بالطريقة الصعبة، وأنت مش لازم. ولو حابب فكرة فيديو معينة اكتب لي في الكومنت. ولو لسه مش مشترك اشترك دلوقتي علشان الجاي أقوى بكتير.